اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واهلا بكم في فيديو جديد. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعد. وكالعادة كده وربنا ما يقطعها عادة، هنبدأ معاكم اليوم كده بفطار سهل وبسيط وخفيف وبنفطر بيه كل يوم. بنفطر بيضة، اوقات اعملها بالجبنة الرومي، اوقات اعملها باللانشون، اوقات اعملها بالطماطم كده زي شكشوكة، اوقات اعمل بيض سادة. المهم ان احنا نفطر اليوم كده عشان خاطر ايه؟ نقدر ان احنا نقوم ونقدر ان احنا نكمل اليوم بتاعنا ونقدر ان احنا نشتغل. زي ما تقولوا كده، ده طاقة وباور بتاع كل يوم الصبح. لو احنا ما شحناش العربية مش هتقدر ان هي تشتغل. وده كلامي للناس اللي ما بتفطرش او تقولك انا ما بعرف. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. عايزه اقول لكم ان انا بحب سوره مريم جدا، بحبها قوي قوي وحافظه فيها كتير، فقعدت اسمع لها كده. قلت اما اقوم بقى اجيب الكسوه بتاعه الانتريه اركبها كده بالمره، بدل ما اقعد اضيع وقت. لا، انا هتحرك كده جنب التلفزيون وهو شغال وهركب الكسوه بتاعه الانتريه. وكمان لقيت الحافظه بتاع السجاده كمان نشفت، فهركبها برضو بالمره. طبعا ما عرفتش اشغل الغساله امبارح علشان خاطر انا كنت نشره دول، فما كنتش نشره اللي هم. انا شغلت الغساله كذا مره، يجي 3 مرات، فقلت كفايه عليها بقى، فما عدتش شغلتها الا الصبح اول ما صحيت على طول. مشيت الولاد بشغلها الصبح بدري او اشغلها من بالليل. بس عندي مشكله بقى، فانا هقول لكم عليها جايز ايه حد يفيدني. الغساله بتاعتي انا كنت متعوده اشغلها من بالليل والصبح اشتري الهدوم وانشرها عادي، ما كانش في اي مشكله. لما الميه حصل فيها مشكله عندنا وما بقتش بتنزل، ويعني شويه الدوشه اللي حصلت دي والخزان ومش عارفه ايه، الغساله كانت تقعد تسحب يعني كنت متعوده اشغلها قبل ما انام، فكنت اشغلها ما كانش يبقى فيه ميه. فكانت الغساله تقعد تسحب في ميه وقت طويل قوي. يعني كانت تقعد تسحب في ميه كتير وتصفر واقوم اطفيها، والصبح اقعد اشغل لها الموتور. يعني ما كانتش بتشتغل ورا بعضه كده، هي كانت تملى يروح الخزان فاضي، اروح بقى اشغل الموتور تاني مثلا نص ساعه ولا حاجه لما يملى تاني عشان تشطف وعشان تخلص. فمن الوقت ده الغساله بتاعتي بقت بتنزل ميه يعني مليان على فاضي، يعني هي بتنزل ميه بتنقط. يعني حتى وهي مش شغاله اهي، هي دلوقتي مش شغاله خالص وشايله الفيشه بتاعتها، بتقعد تسحب ميه. الاقي بقى الهدوم الصبح غرقانه ميه ولا اكنها اتنشفت. فانا ما عدتش للاسف عارفه ان انا اشغل الغساله بالليل، بقيت اشغلها الصبح علشان خاطر اول ما تبطل على طول الحق اشتري الهدوم قبل ما الميه تقع عليها. بشتري الهدوم وانشر، اجي احط فيها هدوم بعد كده عشان اغسل الاقي فيها ميه. طب الميه دي سحبتها ليه؟ المفروض دلوقتي هي فاصله اهي، هي بتسحب ميه بقى فاضي على مليان. فربنا يستر بقى وما يكونش الترمبه حصل لها حاجه من قله الميه، لان لما بتيجي تشتغل كانت بتقعد وقت كتير قوي قوي قوي. احنا حاليا يعني ما عادش في خزانات ولا حاجه، الميه عادت شغاله عندنا مباشر الحمد لله. عرفوا ان هو مشروع مش ناجح فالغوه. فبس الغسالة بقى ربنا يستر عليها بقى، فقولوا لي لو حد مر بهذه التجربة. فرشت بقى الفرش بتاع الكنب بتاعي، والدنيا بدأت ايه تبان حلاوتها ونظافتها كده، وكمان الكسوة بتاع السجاد. قلت ما يمنعش بقى ان انا ايه اولع شوية بخور كده علشان خاطر نخلي ريحة الدنيا حلوة. كده ما عادش فاضل الا الأوضة بتاعتي، بس ايه مش هعملها النهاردة. يعني انا كنت ناوية ان انا اعملها النهاردة بصراحة. قلت هخلص اللي ورايا في المطبخ وبعد كده انا مفيش عندي شغل، قلت هخلص اللي ورايا في المطبخ وبعد كده اخش اعملها. بس للاسف ما قدرتش يعني. مش عارفه، حسيت ان بعد الغدا كده، يعني بعد ما خلصت اللي ورايا وطبخت وبتاع وقعدت كده شويه، حسيت ان انا جسمي ايه مأنتخ كده. لو قومي يا بيت، لا مش قايمه بقى بصراحه. انا في الاوقات اللي بصحى فيها بدري بحب الشغل بتاع البدري. يعني انا في التنظيفات اللي انا عملتها بشتغل بدري، يعني تنظيف اوضه الولاد انا اشتغلت بدري، كنت يعني مثلا على الساعه 11 الصبح كنت مخلصه. برضو الصالة كنت بادئة قبل صلاة الجمعة، مفيش مثلا على قبل العصر كنت مخلصة. فالواحد لما بيشتغل بدري كده بحس ان اليوم يعني ايه بيبقى فيه بركة، وبحس ان انا بنجز حاجات كتير واليوم ما جراش مني ولا حاجة. هنا بقى كنت جايبة شوية بهارات من السوق اخر مرة، وكان عندي بهارات في اكياسها، وكانت الدنيا بصراحة مش متظبطة، والضرفة واقع فيها بهارات كتير. اوقات برطمان بيبقى مفتوح يتقلب مني ولا حاجة. فقلت اما انزل كل الحاجات اللي في الضرفه واستفها. بعد ما استفتها جه في دماغي قلت هو انا ليه ما غسلتش البرطمانات؟ يعني ليه انا ستفت الحاجه وليه ما غسلتهاش؟ هي والله عايزه تتغسل، ليه ما مش عارفه بقى ليه ما غسلتهاش بصراحه. يعني السؤال ده ما جاش في دماغي الا بعد ما خلصت وستفت الحاجه وهي بجد عايزه تتغسل، فقلت مش مشكله.
مرة تانية بإذن الله اما افضي، يعني اما الدنيا تبقى فاضية كده مفيش عندي بهارات كتير، ابقى افضي البواقي اللي عندي وامسكهم كلهم بقى اغسلهم كده والمعهم تلميعة حلوة، علشان خاطر الدنيا تبقى نظيفة ورايقة كده، يبقى داخلين على الشتاء بكل حماس كده بكل طاقة. انا واحدة ما كنتش بحب الشتاء ابدا، كنت بحب الصيف قوي 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 وبموت في الصيف وبستنى الصيف، والشتاء ده بالنسبة لي كآبة وخنقة وبتاع. مؤخرا بقى لما اشتغلت بقيت بحب الشتاء جدا، الشتاء بالنسبة لي بقى كيف، بشتغل فيه بمزاج، الحاجة ما بتسحش مني، الشغل ما بيبص مني، الحاجة بتبقى يعني بشتغل براحتي، ما ببقاش متلهوجة عشان الكريمة هتسيح، ما ببقاش يعني بصراحة الصيف بالنسبة لي بهدلة غير الحر، لان ببقى طول الوقت واقفة في المطبخ، في البوتاجاز والع والشمس متسلطة في المطبخ زي ما انتوا بتشوفوا، فبيبقى بالنسبة لي حرارة رهيبة، يعني بتبهدل بصراحة. فبقيت بحب الشتاء قوي وبقعدت بستنى الشتاء، يعني بجد يعني حاسه انا مشتاقه للشتاء كده، انت هتيجي امتى؟ رغم ان انا ما بتحملش البرد، يعني اول ما نسمه هوا بس تيجي انا ما بتحملهاش، يعني بتهز على طول، انا اول واحده بشت في مصر كلها. بس الحمد لله لقيت ناس في الكومنتات قايلين احنا شتينا يا برضو يا ام احمد، فالحمد لله. هنا حسيت ان في امل، حسيت ان احنا عمرنا ما راح هدر يا جماعه، حسيت ان احنا لا يعني في ناس زي كتير الحمد لله. هنا بقى انا ايه، فرمت حبهان على ورق لوري، فرمتهم مع بعض كده وهحطهم في البرطمان يبقوا جاهزين بقى للفراخ لاي حاجه احطهم عليهم، مفرومين كده جاهزين، بصراحه بحس ان ريحتهم بتبقى حلوه قوي. وكمان يعني الاتنين على بعض كده مره واحده، يعني ما كنت عاملاها المره اللي فاتت، كنت لما باجي اطبخ بيها بحس ان هي بتعطي ريحه مميزه في الاكل، يعني كنت حطيتها مره في محشي، حطيتها مره في فراخ، بحس ان هي بتعطي ريحه مميزه كده فعجبتني. فرجعت عملتها تاني ضرب فرمت، انا كنت بعمل كده الاول والله، يعني كنت زمان اعمل كده، بس عايزه اقول لكم الواحد بتغير، يعني مش كل حاجه بتعمليها بتفضلي مستمريه على العمر، اوقات بقى بتكسلي، اوقات بتطنشي كده يعني. هنا بقى فرمت بصل، احط عليه فلفل اسمر واحط عليه بهارات فراخ واحط عليه فلفل اسمر وبهارات فراخ وملح، وهفركه كله في بعضه كده عشان النهارده انا هعمل فراخ. انا كنت جايبه فراخ من واحده جارتي مربيه فراخ في البيت، يعني دي تربيه بيتي، يعني فراخ التربيه بيتي بصراحه بتبقى اللهم بارك حاجه تانية، يعني انت بتاكليها اكنك بتاكلي فراخ بلدي، اكنك بتاكلي بطه غير خالص فراخ المحلات خالص، يعني الفرخه ما شاء الله بتطبخ بتزيد مش بتخس، يعني تجيبي الفرخه من المحل تحس ان هي بتكش، ودي بتلاقيها اصلا صفرة كده ومدهننه وشربتها يا لهوي بتبقى قشطه. فما بيكون حد بيربي في البيت كده بروح جايبه بقى، فجبت بقى الفراخ دي. انا كنت جايبه كذا يعني كذا واحده وحطيتهم في الفريزر، فبطلعها بقى من بالليل بحطها في التلاجة تحت يعني قبل ما انام، والصبح طلعتها طبعا، هي اصلا كانت جايه متنضفه، بس والله ما شاء الله كانت جايه يعني كانت نظيفه وكل فرخه متكيسه وحاجه زي الفل، بس ما يمنعش ان انا برضو ايه بعيد عليها كده، برضو جايز يكون فيها حاجه كده ولا كده، بنقعها في شويه خل وشويه دقيق وشويه ملح وليمون، يعني بظبطها كده. انا عملت لها بقى ايه بصله كده وفلفل وطماطم، وسبتها كده ايه في التبله دي شويه على ما ايه اسلق اللوبيا، انا هعمل النهارده لوبيا ورز ابيض وهعمل فراخ. طيب اول حاجه مشكله بقى بتواجهني في الطبيخ الوقت ده اللي هو من الساعه مثلا 10 الصبح 11 لحد بعد الظهر، ان انا ما بشوفش، يعني انا حاليا في شمس في قلب الحله تمام ودي الشمس والله بحالها مش ضوء، لا ده دي الشمس نفسها في قلب الحله، فانا بطبخ بالاحساس، انا مبقاش شايفه، يعني انتوا فاكرين انا شايفه كده، انا مبقاش شايفة. هتقول لي ما تقفلي الشباك يا ام احمد، انا لما بقفل الشباك الشباك لونه عسلي، فالنور ده بيبقى عسلي عارفين، يعني شايفين زي الحله دي كده ما ببقاش شايفه بقى خالص فانا بالنسبه لي الطبيخ بقى ايه بالاحساس كده، لو انت تحس ان البصله اتحمرت تحس ان الحاجه استوت، فانا شغاله كده بالاحساس، فالضلفه يا ريتها بيضه حتى هتديني اضاءه بيضه دي لونها عسلي، فالنور بيجيلي صعب قوي، يعني هنا كان خلاص الشمس لفت اهي، هي بتجيلي تقريبا ساعه كده وقت اللي بطبخ فيه ده كده، خلاص الاكل سوا، شايفين الشوربه ما شاء الله ريحتها تحفه، عايزه اقول لكم ريحتها كانت فظيعه فظيعه. هنا بقى ايه هنغرف الاكل عشان خاطر نتغدى. انا كنت مفكره ان انا هتغدى واقوم بقى اقلب الاوضه بقى وانضف ونصور، بس والله العظيم ما انا اتغديت من هنا وقعدت مكاني زي الطربشه ولا عدت قدرت تعمل مكاني ولا عدت قدرت اعمل حاجه، إيه اللي هو اقعدي يا بنتي وريحي جتتك، طب الوقت هقوم هو، لا عماله اقول لنفسي ايه الوقت هقوم اهو الوقت هقوم ان انا اقوم خلاص بقى. انا واحده من الناس ساعه ما باكل خلاص، يعني اما بكون شغاله اوقات كتير ما باخد معلقتين واقوم ما بتقلش،
فاهمني؟ معلقتين واقوم اشوف شغلي، وبعد كده اما ابقى جوعه ابقى اكل، لو ما اخلص شغل ابقى اكل، اوقات ما اكلش عادي. فما ببقاش اقعد كده واكل كده وعارفين، لا، لان انا ما خلاص انت طول ما انت شغاله زي في رمضان كده تلاقيكي طول النهار بتوري، ومن هنا لهنا لهنا، وساعه ما تفطري تلاقيكي ما عدتيش لاقي حد انا بقى كده. ايوه، حمرت بقى الفراخ بتاعتي. انا الطاسه دي او الصينيه دي كنت محمره فيها دونت، فكانت فيها زيت كتير، فهنفضل بقى نحمر فيها شويه حاجات كتير بقى لحد ايه حرام الزيت ده، لحد ما خلاص بقى نخلص عليه. فانا حمرت فيه مره بطاطس، ودي تالت مره نحمر فراخ عشان ما اعرفش استخدمه بعد كده. انا بعد الفراخ ما عدتش بستخدم الزيت بقى خلاص، ما عدتش بعمل فيه حاجه، بس ممكن نحمر فيه مره كمان فراخ ولا حاجه. بس كده الفراخ بتاعتنا هي اتحمرت. هنديها رشه بقى كده من بهارات الفراخ، مع ببقى اعمل خلطه كده فيها بهارات فراخ مع فلفل اسمر مع ملح، وترشيها كده بصراحه بتدي للفراخ طعم تحفه. شايفين بقى الشوربة وجمالها؟ بجد كان احلى حاجة في الاكلة دي الشوربة، شوية رز وشوربة بجد. اما تكون الفرخة حلوة بتبقى منزلة شوية شوربة حلوين، ربنا يا رب يبارك لها في بيتها وفي حاجتها يا رب، اللهم امين. بجد تربيتها بتبقى عسل عسل عسل، يعني دي احلى واحدة بجيب منها فراخ. ربنا يبارك لها دايما يا رب في كل حاجة عندها. فما بيكون عندها فراخ تلاقيها تقوم بعتالي تقول لي لو انت عايزه فراخ انا عندي. فبصراحه ما بصدق، لان ما شاء الله بيبقى الحاجه بتاعتها حلوه. في ناس بتبقى اللهم بارك كده نفسها حلو، يعني نفسها حلو في التربيه، نفسها حلو في الحاجه بتطلع من تحت ايديها حلوه. فده بقى ايه، كان الغدا بتاعنا غدا سهل كده وبسيط، وما عملناش حاجات كتير، وزي ما قلت لكم اتغديت وقعدت مكاني، ما عدتش عملت حاجه ولا حتى اشتغلنا النهارده. فمش مشكله، يوم هنشتغل، يوم هننضف، يوم هنريح. وكمان انا مبسوطه ان الدنيا حواليا نظيفه، والصاله يعني الريسبشن كله نظيف، والاوضه نظيفه، والدنيا نظيفه. فدي حاجه كده ايه، عايزه اقول لكم ان انا يعني من زمان قوي قوي ما قعدتش في الصاله، ببقى اقعد في الاوضه بتاعتي. ما كنتش ورايا حاجه اقعد في الاوضه على السرير ده، يعني النهارده قعدت بقى وانا مستقنيصه كده.